التغذية السليمة بتحمي أطفالنا من أمراض كتير زي السمنة، بس يا ترى هم عندهم فكرة؟ مش عارف بقالي كام يوم مش عارف أطلع، مش عارف أعمل أي حاجة. لا ما أنت لازم تخس. غش إزاي بقى؟ لا أنت بتقول أنت عايز تخليني أغش. تفتكر العضلات اللي عندي دي هي المشكلة؟ ده كرش الزيادة. كرش؟ أنا مش عارف أعمل إيه. لف النادي مرتين. ألف النادي؟ لف وسط البلد مرتين. أعمل إيه عشان ده يروح؟ كل رمان، كل موز، همبرجر. ممكن تيجي معايا تعمل لي طبق؟ غسلت ايدك؟ طب يلا ماشي. طب انا هاخد بس من ده الاول. لا استنى. جبنة، فول، طماطم. انا باكل بقى سمك ورز وباكل تورته مانجا وبشرب عصير. ده كتير جدا. باخد اكل كتير لان هو بيبقى حلو وشكله ملون ده سيب كده ما تاكلوش. كل كويس كل كويس. فانا كويس مش كل شويه تروح واكل. اخد حته يعني قطعه. كل ده تسمع عن سوق التغذيه؟ لا مفيش حاجه اصلا اسمها سوق تغذيه. صابون واكل وفراخ وكده. مش عارفه السوق ده فين؟ لا سوق وسط البلد. انت ليه كل شويه توديني وسط البلد؟ مش عايز ساكن في عابدين، يعني انت مش بتتغذى كويس. مدارسنا فيها 12.5 مليون طفل من 6 ل 12 سنة، وده أهم سن لنمو جسمهم. عشان كده وزارة الصحة بتلف كل المدارس لوقايتهم وعلاجهم مجانا من أمراض زي الأنيميا والتقزم والسمنة، عشان نشوف جيل بكرة يكبر بصحة. حملة 100 مليون صحة من وزارة الصحة، مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج أمراض سوء التغذية للأطفال في المدارس.